الأرضية في الوسط مع بيدرو. هيا بتشافي، أول هدف المباراة لصالح برشلونة بعد ربع ساعة بطريقة جميلة جدا. لا يهم المسجل بقدر ما يهم اللعبة الجماعية الرباعية قبل أن تصل الكرة إلى رجلي بويان ليسجل هدفه الخامس هذا الموسم مع فريقه. بويان لم يكن في وضعية تسلل، استقبل الكرة ومررها بين الحارس والمدافع، وقلت بين الحارس والمدافع مانويل بابلو، وكان الهدف الأول لصالح فريق برشلونة في الدقيقة 15 من الشوط الأول من اللقاء. برشلونة هدف، ديبورتيفو لا كورون 0. أحلى وأجمل بداية بالنسبة للباريس سيحدث الآن في تشكيلة فريق ديبورتيفو لا كورون. بيدرو ينقذ البارسا ويسجل هدف ثاني رائع من بعيد، بكيفية رائعة. البارسا تضيف الهدف الثاني وبيدرو يؤكد تألقه وعودته القوية، ويؤكد ايضا بقاء تيري هنري في كرسي الاحتياط من هدف رائع وجميل جدا. وتهاني كل الرفقاء لبيدرو. شوف كرة القدم اين كانت الكرة واين صارت، كيف يتحول الحارس الى اول مهاجم بعدما يكون اخر مدافع. وبيدرو لا 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 لا، يا لا من دقة، مباشرة من الحارس تحول إلى أول مهاجم. كرة أرسلها لداني ألفيس، وبيدرو في المكان المناسب بالمليمتر يرسل كرة مباشرة في الشباك الفارغة بعد ما خرج دانيال ألانزوبيا. هدفان مقابل 0 لبرشلونة التي تصبح تلعب الآن بأكثر راحة وتمتعنا الآن من دون شك فيما تبقى من عمر هذه المباراة. قطع 20 دقيقة سنستمتع لأنهم فشلوا اللاعبين تاع ديبورتيفو. ركنية أخرى، الركنية رقم 14 بالنسبة لفريق برشلونة منذ انطلاقة المباراة. مرفوع القائمة الأول. جول يا توري يضيف الهدف الثالث لصالح فريق برشلونة بكل قوة يفعلها وسط ميدان فريق البارسا. اللاعب الإيفواري الذي يسجل، استمع جيدا، أول هدف له في الموسم مع فريق برشلونة، لذلك كانت فرحة زملائه كبيرة جدا بهذا الهدف الأول الذي يسجله يايا توري مع البارسا في 16 مباراة لعبها هذا الموسم بقوة، وجود 3 لاعبين بما في ذلك الحارس والكرة. رغم ذلك دخلت وزارة الشباك، 3 أهداف مقابل 0. قلت لكم بعد الهدف الثاني سيطمئن البارسا أكثر وسيتحرر أكثر وسينهار أكثر فريق ديبورتيفو لا كورون. خروج بويان طبعا كما كان منتظر، ودخول تيري هنري اللاعب الدولي الفرنسي. وبويان هذا الصغير مسجل الهدف الأول هو اللي يخرج. شوف الإعادة للركنية منذ حين، لمسة يد أم لا، المهم أن الحكم لم يشاهد شيئا، وهذا لا ينقص من قيمة الهدف الذي سجله.